كابتن محمود أباظة مع الكابتن مصطفى هنداوي والكابتن عبد الحميد حسن مدربين. هجمة وأول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. الهداف والقناص وائل فراج يعلن عن هدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء. هدف مبكر جدا بيحرزه وائل فراج في مرمى محمد الشناوي عشان يشعل المباراة منذ البداية. واحد مصر المقاصة بقدم الهداف والقناص والأحمد ساهر منطقة المنوفية، أشرف متولي منطقة القاهرة، والحكم الرابع مصطفى الجميل منطقة اسكندرية. هذه إعادة لكرة الهدف، هدف اللقاء الوحيد بقدم وائل فراج. كورة كده من ناحية اليمين عن طريق عمر النجدي، بيلمح كده بيبص بعينه ومكمل وائل فراج بيضع الكورة وهو غير مراقب تماما. وقف دفاع بتروجيت على ان عمر النجدي تسلل، لكن حكم اللقاء اشار باستمرار اللعب لعمر النجدي المنطلق من ناحيه اليمين. عمر النجدي وادي العرضيه وبتعدي لسه خطيره وائل فراج والهدف الثاني هدف رائع. لاعب زي ما قلت لحضراتكم، لاعب هداف، لاعب قناص، سايبينه لوحده بيلعب براحته. دفاع فريق بتروجيت بيلم وائل فراج ويلعب كوره كده خلفيه مزدوجه. هدف رائع، هدف اوروبي لوائل فراج على شمال محمد الشناوي عشان يضع الهدف الثاني له ولفريقه مصر المقاصة. ادي الكوره بيلمها وادي الخلفيه المزدوجه من مكان بعيد. الحقيقه مفروض الحارس كان يعني يبقى عنده رد فعل اعلى من كده. وادي وائل فراج، وادي البند ده هو اللي خدع الشناوي وتحتضن الكرة الشباك عشان تكون الهدف الثاني. هدف رائع لوائل. احمد شوشه مواليد 95 هذا اللاعب. ادي كرة امامية محمد رجب وادي خطيرة والهدف الاول في الزاوية الضيقة بيلعب محمد رجب بوش رجله كرة صاروخ. الحقيقة بتخدع مصطفى كمال. كان الحقيقة متخيل او متوقع مصطفى كمال كده على حسب تقديري ان هو هيلعبها في الزاويه الثانيه، لكن محمد رجب بيضعها في الزاويه الضيقه على مين مصطفى كمال. هنشوف ونتابع الهجمه مره ثانيه. وادي محمد رجب وانطلاقه فعلا كان مايل ناحيه الشمال. مصطفى كمال بيضعها على يمينه. محمد رجب بيسبق كده مع احمد السيد وش رجله في الزاويه الضيقه على يمين مصطفى كمال عشان تكون الهدف. عدل من وضعه كابتن رمضان السيد الحقيقه بعد التبديل اللي اجرى. ادي عمر النجدي وادي العرضيه وادي سعيد مراد وادي الهدف الثالث لمصر المقاصة. نفس الجمله، نفس الكلام، ونفس الهدف الثاني والثالث نفس الحكايه، وايضا الهدف الاول. الثلاث اهداف نفس الجمله تقريبا. كوره كده بينيه من الخلف للامام لعمر النجدي ناحيه اليمين، بيعمل العرضيه لوحده تماما. سعيد مراد بيحرز الهدف الثالث لمصر المقاصة في الدقيقة 45. سعيد ادي انطلاقة عمر النجدي ناحية اليمين، وادي العرضية ما يلحقش سعيد مراد، ما يلحقش عمرو حسن توصل لسعيد مراد، بيسدد لوحده تماما داخل الشباك على يمين الشناوي عشان تكون الهدف الثالث لمصر المقاصة. 3-1. اللاعب سعيد مراد. اما الهدف بتروجيت الوحيد كان عن طريق اللاعب محمد رجب. وادي محاولة وادي فرصة والهدف الثاني هدف كده في غفلة من دفاعات مصر المقاصة. هدف مبكر هيعود ببتروجيت للقاء مرة ثانية. الهدف الثاني لفريق بتروجيت والثاني لمحمد رجب في الدقيقة على طول الدقيقة. ادي الكرة وادي محمد رجب بيخترق بيعدي. كان بيطالب فريق بتروجيت بفاول ضربة حرة، لكن حكم اللقاء قال ما فيهاش حاجة. بيعدي محمد رجب ويضع الكرة على شمال مصطفى كمال عشان يحرز الهدف الثاني لفريق بتروجيت، والهدف الثاني ليه في هذا اللقاء. 2 فريق مصر المقاصة. عمرو حسن لمحمد رجب ناحية اليمين عند شعراوي والعرضية والهدف الثالث محمد رجب. هدف التعادل، الهدف الثالث ليه. هاتريك محمد رجب في هذا اللقاء مش ممكن على هذا اللاعب.
3 أهداف لمحمد رجب في لقاء اليوم. في الدقيقة 21 بيحرز محمد رجب الهدف الثالث له، هو الهدف الثالث لفريقه عشان يتعادل الفريقان 3-3. مش ممكن على هذا اللقاء. 3-3 مصر المقاصة. ادي الهدف، وادي محمد شعراوي، وادي العرضية بيقابلها على طول. محمد رجب بيلعب كده، بينقرها كده بدماغه محمد رجب في الزاوية البعيدة على يمين مصطفى كمال عشان يحرز الهدف الثالث لفريق بتروجيت. ادي الهدف، هدف رائع، هدف جميل لمحمد رجب. هاتريك في لقاء اليوم محمد. والهجمة المرتدة لمصر المقاصة لسيد حمدي. سيد حمدي بيلعب كرة بينية لمين؟ لعمر النجدي. مش اوف سايد. عمر النجدي، عمر النجدي، والجون، والجون الرابع، الهدف الرابع. عمر النجدي بيركن كرة بوش رجله كده على يمين محمد الشناوي عشان يتقدم مصر المقاصة بالهدف الرابع. 4-3. يا على كرة القدم. 4-3 مصر المقاصة. 7 أهداف في هذا اللقاء. عمر النجدي في الدقيقة 37. عمر النجدي، وادي الهدف بينفرد مش تسلل، بيلعب له سيد حمدي كرة حريرية كده بينية مش اوف سايد، بيلعبها بوش رجله يا دوب تخبط في اسفل القائم الايمن وتدخل داخل باتجاه مرمى محمد الشناوي. وادي خطأ وخطأ وسيد حمدي، لسه خطيرة، لسه خطيرة. والهدف الخامس، الهدف الخامس السيد حمدي، الهدف الخامس السيد حمدي. مش ممكن على هذا الهدف. هدف رائع، هدف جميل، وخطأ من عبد الحميد سامي مدافع فريق بتروجيت. بيرجع كرة بيتوقعها سيد حمدي، بيلعبها بيصدها أول مرة محمد الشناوي وترجع له مرة تانية، والكل كان متوقع إن سيد حمدي يلعب كرة. ادي اللعبة بيرجع. والله كريم ذكري في الكرة اللي فاتت سيد حمدي بترجع له، كله كان متوقع ان السيد هيلعب الكرة عرضية، لكن بذكاء شديد منقطع النظير بيلعبها سيد حمدي في الزاوية الضيقة على يمين محمد الشناوي عشان يحرز الهدف الخامس لفريق مصر المقاصة عشان تصبح النتيجة 5-3. مش ممكن عن هذا. على هدى وائل فراج بيقف على كورته ويعمل عرضية. سيد حمدي لوحده لكن على طول بيطلع محمد الشناوي. وادي يا ولد يا لعيب. وادي سيد حمدي. مش ممكن على هذا اللاعب، مش ممكن على هذا الهدف. هدف رائع، هدف جميل، هدف يدرس الحقيقة. سيد حمدي، يا على الذكاء الكروي اللي بيتمتع به اللاعب سيد حمدي. الهدف السادس مش ممكن. كنا بنقول الهدف الخامس هدف رائع وهدف جميل، لكن اروع الهدف السادس سيد حمدي. يعني يا ريت هنشوفه ونتابعه مع مخرجنا حسام منصور. وادي الشناوي بيلعب كرة، بيستغل سيد حمدي، بيلعب كرة كده من مرة واحدة، بيستغل تقدم الشناوي، بيلعب كرة داخل الشباك عشان تكون الهدف السادس لمصر المقاصة ورصاصة الرحمة في اللقاء. 6-3. مش ممكن على هذه الأهداف رائعة الحقيقة النهاردة. 6-3. سيد حمدي بيحرز